مبروك للزمالك وجمهوره وهارد لك للجونه، الجونه اللي قدم ضحك. الف مبروك للزملكاويه الفوز برباعيه مقابل هدف على علاء عبد العالي اللي تقريبا كان بيقدم ضحك النهارده هو والجون. الجونه النهارده كان حرفيا بتقدم مسرحيه كوميديه. بمناسبه المسرحيات، هو ايه الهتاف اللي جمهور الزمالك كده كان بيقوله؟ المسرحيه مية مية. انا مش فاهم، يعني لو في اي حد زملكاوي فاهم ايه الفكره بتاعت الهتاف دي فيا ريت يفهمني. عموما الف مبروك للزمالك، 4 نقاط. 4 نقاط ايه، 3 نقاط غاليه خلته يتساوى مع الاهلي برصيد 20 نقطه، في انتظار بقى الجوله اللي جايه هي اللي هتحدد الصداره، لان دلوقتي بيراميدز 21 نقطه والاهلي 20 والزمالك 20. مبروك للزمالك، رباعيه نظيفه تقريبا. احسن كوره اتلعبت فيهم هي كره الهدف الاول وكره الهدف الرابع، لكن التاني والتالت انا ما بقولش خالص، ما بقللش خالص من مجهود الزمالك ومن مجهود اللعيبه، يعني كان سيف الدين الجزيري او حتى عبد الله السعيد، لان هو كان يستاهل، هو مان اوف ذا ماتش، هو الوحيد اللي كان قلبه على الفرقه. عبد الله السعيد اللي لما رجع النهارده فرقه الزمالك بقى ليها شكل تاني خالص. مبروك للزمالك وهارد لك للجونه، الجونه اللي بيقدم ضحك. سلام.